فردا وأنت خير الوارثين. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يا رب ما تسيبنيش لوحدي. وفضل يدعي كتير جدا وما كانش بييأس، رغم ان كل الظروف بتقول لا ما ينفعش، بما ان اذا ما ينفعش. فخصص لمريم محراب عشان تتعبد فيه لله سبحانه وتعالى، وكان متكفل بيها بأكلها وشربها وكل حاجة تخص مريم. وفي مرة دخل عليها المحراب، كل ما يدخل يلاقي خيرات الله. من أن لك هذا؟ ايه يا مريم، انا ما جبتلكيش كل ده، ده كله منين؟ كانتش تتكلم وتقول له هو من عند الله، ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. وفي مرة دخل عليها لقى فاكهة الصيف موجودة في عز الشتاء، فسألها يا مريم من أن لك هذا؟ منين ده يا مريم؟ كانت بتقول هو من عند الله. هنالك دعا زكريا ربه، اتجدد الأمل اللي كان انقطع عند زكريا، اتجدد الأمل إن هو نفسه يخلف على الرغم من راجل مسن. فراح يتعبد ويصلي، يا رب إني وهن العظم مني، يا رب أنا عظمي خلاص وهن يعني ضعف، أنا راجل عجوز، واشتعل الرأس شيبا، وشعر يا رب خلاص من العجز بقى كله أبيض، ولم أكن ربي بدعائك شقيا، وهفضل أدعي لك يا رب. هنا جاله وحي من ربنا سبحانه وتعالى، ملاك بيقول له إن ربنا يا زكريا استجاب لك وهيرزقك بغلام اسمه يحيى. يقال ليه اسمه يحيى ان امرأة زكريا كانت كل ما تحمل في ولد يموت، قلنا من كتر السقاطة بقت عاقر. فربنا قال له يعني انت هتسميه يحيى، ومحدش في الوقت ده كان اسمه الاسم ده خالص، ويحيى ان هو ان شاء الله الغلام ده هيبقى عايش مش هيموت، يعني بيطمنه. فزكريا فرح جدا، بس سأل ربنا يا رب يعني ازاي اخلف؟ ازاي يا رب انا اخلف وانا رجل عجوز، العمر عدى بيا، وامرأتي عاقر مش هتنجب؟ ربنا رد قال له هو عليا هين. سهل قوي ده عليا يا زكريا، انت بتقول ايه؟ هو عليا هين، انا خلقتك من عدم، اللي انت بتطلبه ده سهل قوي عليا، مش حاجة صعبة. والسؤال هنا بقى، طب لما يا مروة الموضوع ده مش حاجة صعبة، امال ليه ربنا سبحانه وتعالى مش بيستجيب لنا؟ نقعد ندعي مش بيستجيب فبنزهق او بنيأس. الاجابه ان ربنا بيستجيب في الوقت المناسب ليك. يعني ممكن الاستجابه في الوقت ده تبقى ضرر ليك، ممكن الدعوه اللي انت عايزها دي تبقى ضرر ليك، الامنيه دي